تخيلوا معي لو أن منتخبًا كبيرًا بحجم إسبانيا، بطل العالم وأمم أوروبا، يلوح بالانسحاب من أكبر بطولة كروية على وجه الأرض، كأس العالم 2026. خبر صادم، لكنه لم يأتي من فراغ، بل من قلب جدل سياسي وإنساني متصاعد قد يغير وجه المونديال المقبل. فبحسب ما كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن المنتخب الإسباني قد يقاطع نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذا تم السماح بمشاركة الكيان الصهيوني. الموقف الإسباني يستند إلى رؤية واضحة: استمرار مشاركة إسرائيل في البطولات الدولية يتعارض مع القيم الأخلاقية والإنسانية التي يفترض أن ترسم حدود الرياضة العالمية. الأمر لم يتوقف عند التقارير الإعلامية، بل وصل إلى أعلى هرم السلطة في مدريد. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خرج بدعوة صريحة لاستبعاد الفرق الإسرائيلية من كل المنافسات الدولية، بينما شدد المتحدث باسم الحزب الاشتراكي باتكسي لوبيز على أن لاروخا قد تقاطع المونديال إذا تأهلت إسرائيل إليه. هذه المواقف الرسمية تزامنت مع مشهد شعبي متفجر في شوارع مدريد، حيث خرجت مظاهرات ضخمة دعما للقضية الفلسطينية، تخللتها احتجاجات على مشاركة فريق إسرائيلي في سباق طواف إسبانيا، ما دفع المنظمين لاتخاذ قرار غير مسبوق بإلغاء مرحلته الختامية. وبين ضغط الشارع وتشدد الحكومة والتجاذبات الدولية، يطرح السؤال نفسه: هل يكون كأس العالم 2026 على موعد مع واحدة من أكثر المقاطعات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم؟ وهل نحن أمام سابقة قد تعيد إلى الأذهان العقوبات التي فرضت على روسيا سنة 2022؟ القصة لم تنتهي بعد، وما تخبئه الأيام القادمة قد يقلب موازين الرياضة والسياسة معاً.